هنتكلم على شرعية الشعب المصري وحقه الشرعي اللي مغتصب منه من سنة 52 من قيام حركة الضباط الأحرار واستيلائهم على الحكم. تولى محمد نجيب الحكم. بعد سنتين عبد الناصر استلم القيادة وشاله محمد نجيب بغض النظر عن الرجوع للشعب المصري. استمر عبد الناصر في الحكم لغاية سنة 67 في الهزيمة بعد هزيمة يونيو 67. عبد الناصر وهو بيتنحى وبيعلن مسؤوليته عن الهزيمة في نفس الوقت بيختار لنا زكريا محي الدين ان يكون هو الرئيس، مع التجاهل الكامل لشرعية الشعب المصري في ان هو اللي يختار. منتهى استخفاف العقول، عدم احترام لشعب. المهم ما رجعش زكريا محي الدين واستمر جمال عبد الناصر لسنة 70. اليوم اللي مات فيه سنة 70 أستاذ حسنين هيكل كلم السادات بيقول له على طريقة انتقال الحكم لأنور السادات، وهنا اتنقل الحكم لأنور السادات بدون الرجوع للشعب المصري لاستخدام شرعيته. استمر أنور السادات في الحكم بدون انتخابات إلى يوم رحيله. اختار أنور السادات قبل رحيله نائب رئيس له بدون وضع نظام لإعطاء الشعب المصري شرعيته في أنه يختار، فتفرض على مصر بعد رحيل السادات حسني مبارك. وهنا بيجي أول رئيس في العالم بدون نائب رئيس لمدة 28 سنة. في 28 سنة بيتحدث بالديمقراطية ويتكلم بالديمقراطية وبيتكلم على حبه للبلد، وإلى الآن لم يوضع دستور يحمي الشعب المصري وإعادة شرعية الشعب المصري في حق اختياره. اتضغط عليه في انتخابات سنة 2005 من الخارج بأن لابد أن يعطي الفرصة لناس ترشح نفسها. اترشح ناس، واحد من ضمن اللي مرشحين نفسهم بيقولوا له هتدي صوتك لمين؟ يقول لهم للرئيس طبعا، الرئيس حسني مبارك. تمثيلية منتهى استخفاف عقول الشعب المصري. بعد سنة 2005 نظام الحزب الوطني حس ان الفترة اللي جاية هتكون اصعب شوية، فبدأوا بفكرة تعديل الدستور وتغيير الدستور ب35 بند يتقدم لهم، يا يتوافق عليهم كلهم يا ما توافقش عليهم كلهم. ما حصلتش الاسلوب الهمجي ده الا في دول فعلا فيها نظام مستبد وغير محترم لعقلية شعبه. اتغير الدستور بترزي محترف يقوم بعملية وضع بنود للدستور وشروط على اختيار المرشح لرئيس الجمهورية او الشروط على الشخص اللي عايز يرشح نفسه لرئيس الجمهورية. لا تنطبق هذه الشروط الا على شخص واحد، جمال مبارك. ومن المؤسف ان الشروط دي لا تنطبق على علاء مبارك اللي هو اخو جمال مبارك اللي هو ابن الرئيس. يعني لو حب علاء مبارك يرشح نفسه الشروط ما تنطبقش عليه. ده مؤسف ومضحك واستخفاف لعقول الشعب المصري. الشعب المصري مسلوب شرعيته. 8 مليون مصري عايشين في الخارج، في الخليج وفي اوروبا وفي امريكا وفي جميع انحاء العالم. ولا واحد من حقه يعطي صوته في فترة انتخابات ولا عن طريق اي قنصلية. ثانيا، كل المصريين اللي في الخارج مع علماء مصر اللي في الخارج اللي شرفوا اسم مصر بره، دكتور احمد زويل، دكتور الباز، دكتور مصطفى السيد، كل الناس العلماء، وفي منهم علماء كتير جدا ما تسمعوش عنهم، دكتور مجدي يعقوب، دكتور، ناس كتير، دي ما فيش ولا واحد منهم من حقه حتى يرشح نفسه لانه يحمل جنسية اخرى، مع ان كل 8 مليون مصري ما فيش واحد فيهم ناس مصريون. لابد من اعادة
شرعية الشعب المصري ليه. ودي النظام مش هيديها له، دي الشعب اللي لازم ياخدها، ده حقه. لازم الشعب المصري يستعيد شرعيته ويرفض التنازل عن حقه الشرعي في انه يختار رئيس الجمهورية بغض النظر عن الشروط، لان كل مصري من حقه يرشح وكل مصري من حقه يدي صوته، والنظام لابد ان يعمل على انه يجمع جميع اصوات المصريين حتى في الخارج لاعطاء صوتهم. لابد من التغيير، والشعب هو اللي هيقوم بالتغيير.